ازيكم؟ مولد نبوي سعيد يا رب علينا جميعا. يلا بينا زي ما وعدتكم هنزل لكم وصفه السمسميه ووصفه السودانيه، حاجه كده جامده جدا يعني بجد، انضف من بره 100 مره. يعني انا اشتريتها من بره حسيتها مره كده ومش حلوه، قلت لا هعملها برضو في البيت لان انا بحبهم جدا وطعمهم بجد حلو قوي ومقرمش ومظبوط، احلى من القوام بره. يلا بينا. هنجيب طاسه عندنا، المقادير دي ثابته، كوباية إلا ربع من السكر، ربع كوباية من المية، وواحد من الفانيليا، ومعلقة عسل جلوكوز كبيرة، وهنحط كمان عصرة ليمونة، وهنحط المقادير دي كلها على النار. المقدار اللي انا هعمله 400 جرام، سواء سمسم سواء سوداني سواء حمص، اي حاجة انت عايزاها. تمام. رفعت هنا على النار وحطيت السكر بتاعي، جبت حلة وحطيت فيها ال 400 جرام سمسم محمص على نار هادية جدا. بدأت ان انا اقلبه لان اي مكسرات لازم استخدمها لازم تكون دافية. تمام. فانا سخنتها على البوتاجاز، الشربات بتاعي بدأ يغلي، بجيب كده كوباية ميه ساقعه واحطها في طبق وابدا ان انا اختبر كل شويه الشربات بتاعي ده. اول مره اختبرته لقيته طري، تاني مره اختبرته اهو بدا ان هو يشد معايا. مش دي المرحله اللي انا عايزاها، هوريكم المرحله اللي انا عايزاها، ان هو يتكسر يبقى عامل زي الازاز. تمام. جبت معلقه برضو رحت ضايفه كده تاني، خليكي واقفه جنبه، هو بياخد تقريبا ربع ساعه ما بيكترش عن كده. هبدأ ان انا بقى اشوفه كده، بصوا بتتكسر معايا ازاي. ده القوام بقى اللي انا عايزاه، مش القوام الطري اللي انا وريتهولكوا في الاول. تمام. طفيت عليه وجبت ربع معلقه من البيكربونات اللي هي بيكنج صودا، دي بتخليه هش جدا جدا وبتخليه حلو قوي. هبدأ اقلبهم واروح منزلاهم على السمسم بالطريقه دي. عايزه اقول لكم الصاج اللي انا هحط فيه السمسم مدهون زيت، المعلقه دي اللي في الحله مدهونه زيت، الادوات اللي انا هستخدمها كلها مدهونه زيت، حتى السكينه اللي انا هقطع بيها تكون مدهونه برضو من الزيت علشان ما يلزقش معاكي. عايزه اقول لك بقى سرعي ايدك في الحته دي، اول ما تحطي السيرب تروحي حاطه على طول بسرعه بسرعه بسرعه. وزي ما قلت لكم اهو الصاج، وانا فرشه كيس من اكياس السندوتشات ودهناه زيت، وببدا اجيب الجزء التاني واضغط كده كويس قوي بسكرابر، او تحط الكيس الجزء التاني على الجزء الاولاني وتضغطي جامد، وتجيبي السكينه بتاعتك وتبداي تقطعي الحجم اللي انت عايزاه، وهتسيبيها حوالي ربع ساعه كده او نص ساعه لحد ما المكونات بتاعتك تنشف وتتجانس. هنا بقى برضو بدأت اعمل الفولية، حطيت الفول في الميكروويف، سخنته كده في طبق لان هو متحمص فما كانش محتاج. عملت نفس الخطوات برضو وريتها لكم، وبعدين ضفت الفول وبدأت اقلب بسرعة بسرعة على السيرب واحط في الصاج اللي مدهون زيت او ورقة كده مدهونة زيت، وابدأ ان انا اضغط اساوي السوداني بتاعي كله علشان ياخد نفس الشكل اللي انا عايزاه والقوام المظبوط، ما تبقاش يعني حته عاليه وحته واطيه. عايزه اقول لكم حاجه كده خيال، لما تجيبوا السوداني جيبوه من المقله اللي هي المقله بتاعه اللب وكده، بيبقى طعمه احلى من اللي انتوا بتشتروه من الماركت او من العطار، بيبقى متحمص وبيبقى طازه مش مركون. واتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم.